يا مساء الفل عليكم في وصفة جديدة ومختلفة زي ما انتي متعودة معايا. وصفتنا النهاردة هي تتبيل الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة ومختلفة زي ما انتي متعودة معايا. بس قبل ما تكملي الفيديو لحد الآخر ما تنسيش تفعلي جرس الاشتراك وتشتركي في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبتدي وصفتنا النهاردة عبارة عن كيلو من صدور الفراخ. هبتدي اجيب كل شريحة ابتدي اقسمها لشريحتين بالشكل اللي انتي شايفاه ده. هبتدي اكرر الموضوع ده في كل الكمية اللي عندي بحيث يبقى السمك متساوي بنفس السمك ده. هبتدي برضو اكرر الموضوع في كل الكمية زي ما قلتلك، وده السمك المطلوب اللي انا عايزاه. هبتدي اجهز التتبيلة. معايا كوباية من الزبادي، بعد كده هبتدي اضيف ربع كوباية من الحليب، وهكون مجهزة ليمونتين وعصرهم واشيل منهم البذر، واضيف عليهم معلقة كبيرة من الصلصة اكون مجهزاها او جاهزة عادي اللي تحبيه، عليهم معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، وربع كوباية زيت اي نوع زيت اكل انت تحبيه اللي عندك يعني، وعليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الناعم، كل التوابل ناعمة، نص معلقة صغيرة من بصل البودرة، وهبتدي اضيف عليه نص معلقة صغيرة من الثوم البودرة، ومعلقة صغيرة من البابريكا ناعمة طبعا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، هي معلقة واحدة بعاير بيها كل التوابل، واخر حاجة معلقة صغيرة من الملح. بعد كده هبتدي اقلب المكونات دي كلها كويس جدا، واقلب التتبيلة مع بعض بالشكل اللي انتي شايفاه ده، اوزعها كلها مع بعض لان ده الاساس. بعد كده هبتدي احتفظ بجزء عشان هستخدمه اثناء الشوي وانا بشوي بعد كده. وهبتدي اتبل بقى كمية الفراخ اللي عندي عشان تطعم لان ده الاساس. انا كده بتبل كل الكمية اللي عندي عشان اقدر اسيبها يوم كامل او على الاقل ساعتين. انا كده تبلت كل الكمية اللي عندي عشان تتشرب كويس التتبيلة، يا اما هتسيبيها في التلاجة يوم كامل او ساعتين، بس انا سبتها يوم كامل او ليلة كاملة. زي ما انت شايفة كده ده ورق حراري في صينية الفرن. هبتدي احط عليه الشواية بالشكل ده، وهرص الفراخ بقى وزعها كده، واحاول اسيب مسافة شوية عشان تستوي كويس. بعد كده هبتدي اضيف طماطم وبصل بالشكل ده وفلفل لو حبة. هبتدي ادخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة، نار من اعلى فقط. وكل 5 دقايق هبتدي اخرجها من الفرن بحيث ان انا ادهنها واقلبها. بعد كده ابتدي ادخلها برضو الشواية تاني لحد ما تعدي المدة اللي انا محدداها للفراخ. بعد كده هبتدي اروح عشان اعمل الرز. معايا 3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هبتدي اضيف حبهان وورق لورا وعود من القرفة وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الناعم، ونص معلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من صفار الزعفران، وملح حسب رغبتك ما بتحبي الملح في الاكل. وتبتدي تقلبيهم كده شوية على النار. بعد كده هبتدي اضيف كوبايتين من الرز البسمتي المغسول، واقلبهم لمدة 3 دقايق. اقلب كويس بالشكل ده بحيث ان هو يمتص التوابل ويتوزع معاه كويس قوي 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 لمدة 3 دقايق بالشكل ده. بعد كده هبتدي اضيف كوباية ونص مية لكل كوباية رز زي ما احنا متعودين مع بعض. تبتدي تديها تقليبة كده، قلبتي والدنيا تمام واطمنتي عليه، تبتدي تضيفي بقى ايه فلفل حار حسب رغبتك انتي، حابة ماشي مش حابة خلاص. وهسيب الرز يستوي على نار هادية. بعد كده هرجع تاني للرز. الرز استوى، هديله تقليبة كده كده بقى تمام التمام وبقى حلو قوي وجاهز معايا ان انا اقدمه. هشيله من على النار. بعد كده هبتدي اجيب فحماية متولعة جنب الفراخ واضيف عليها شوية من الزيت، وابتدي اغطيها بورق حراري بالشكل اللي انت شايفاه ده لمدة 5 دقايق،
وابتدي اروح عشان اقدم الرز بالشكل اللي انتي هتشوفيه ده. عشان بعد ما اقدم واغرف شوية كده زي ما انت شايفة كده، ابتدي بقى اقدم عليها الفراخ المشوية اللي انا عملتها. كل الكمية هبتدي اضيفها على الطبق، وطبعا انت حسب ما تحبي وحسب راحتك وحسب امكانياتك. بكده نكون خلصنا ألذ تتبيلة لصدور الفراخ المشوية بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انت متعودة معايا في قناتي، قناة تيسير أبو دهب. بس عشان ما يفوتكيش كل جديد تابعينا وفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد على قناتي، قناة تيسير أبو دهب.